أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بيكم في سلسلة كلمات قبطية. السلسلة عبارة عن إننا بناخد كل حرف من حروف اللغة القبطية ونحفظ عليها 8 كلمات باللغة القبطية، وفي نهاية السلسلة هيبقى عندنا محصلة كلمات لغوية كتير تساعدنا إننا نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية. وقبل ما أبدأ أحب أفكركم إن أفضل طريقة للتعلم إنك تكتب الكلمات الواردة في الدرس. ممكن تكتبها في تعليق تحت الفيديو، ومش شرط في تعليق، لكن ممكن تكتبها في كراسة خاصة ليك تخصصها للغة القبطية. ولو عندك تعليق أو ملاحظة ياريت تكتبه تحت الفيديو علشان أتعلم منه. رقم سو في اللغة القبطية بيعبر عن الرقم 6 أو العدد 6، و6 للمؤنث هو سو، و6 للمذكر هو سو أو. يعني في اللغة القبطية الأعداد بتصنف حسب جنس المعدود سواء مذكر أو مؤنث. بالنسبة لرقم 6، سو هو 6 المؤنث، أما سو أو هو 6 المذكر. لكن قبل ما ناخد أمثلة على الرقم سو، في حروف مهمة لازم نتعلمها، هي حرف الفيتا، مي، بي، في، إبسي. فيتا، مي، بي، في، إبسي. الخمس حروف دول اسمهم الحروف الشفاهية اللي بننطقها من خلال الشفاه. طيب إيه لازمة الحروف الشفاهية؟ ده اللي هنعرفه مع الأمثلة. المثال الأول هو 6 بقرات، والمثال الثاني هو 6 شمعات. زي ما قلت إن سو بيصنف جنسه حسب المعدود، يعني لو المعدود مذكر بنقول سو أو، ولو المعدود مؤنث بنقول بس سو. طيب احنا ازاي بنعرف المذكر من المؤنث في اللغة القبطية؟ هو من خلال أداة التعريف. يعني البي بتعبر عن أداة التعريف المذكر، والتي بتعبر عن أداة التعريف المؤنث. يعني كلمة بقرة في اللغة القبطية هي تنفع مذكر ومؤنث، فهنا بالتالي ممكن نقول سو ان اي هي أو سو أو ان اي هي. سو اللي هي المؤنث، أما سو أو اللي هي المذكر. وعلشان نربط العدد بالمعدود لازم نحط في النص كده بينهم أداة ربط. أداة الربط دي شغلتها إنها تربط العدد بالمعدود، يعني ما ينفعش نقول سو إيه هي، لازم نقول سو إن إيه هي. الإن دي هي أداة الربط الأساسية ما بين العدد والمعدود، وبتتقلب الإن دي لإم لو الكلمة بدأت بالخمس حروف دي اللي هي الفيتا، مي، بي، في، إبسي. يبقى المثال الأول 6 بقرات، قلنا إن البقرة تمشي مذكر أو مؤنث، علشان كده ممكن نقول سو إن إيه هي أو سو أو إن إيه هي. المثال الثاني كلمة مله اللي هي شمعة، هي كلمة مذكرة، فلازم نقول سو أو إم مله. خدوا بالكم إن الإن اتقلبت لإم لأن كلمة مله بدأت بحرف المي وهو من الحروف الشفاهية. يبقى 6 شمعات بنقول سو أو إم مله، سو أو إم مله. طبعا بنعرف جنس الكلمات زي ما قلت من خلال أداة التعريف، ودي بتيجي بالممارسة الكتير وحفظ أمثلة كتير على جنس الكلمات سواء مذكر أو مؤنث. المثال التاني بعد كده هي كلمة وردة بمعنى فيرت. فيرت، وكلمة فيرت في اللغة القبطية هي كلمة مذكرة، يعني الوردة في اللغة القبطية هي كلمة مذكرة، ولأنها كلمة مذكرة فهنقول عنها سو أو إم فيرت، مش هنقول إن، هنقول إم. ليه هنقول ام؟ لانها بدأت بحرف الفيتا وهو من الحروف الشفاهية. سو او ام فيرت يعني 6 وردات، سو او ام فيرت 6 وردات. يبقى المثال الاول سو ان اي هي يعني 6 بقرات، سو او ام مله يعني 6 شمعات، سو او ام فيرت يعني 6 وردات. بعد كده كلمة ساعة اللي هي اجب، واجب في اللغة القبطية هي كلمة مؤنثة، فبنقول سو ان اجب، سو ان اجب. خدوا بالكم هنا قلنا ان لانها ما بدأتش بالحروف الشفاهية. سو ان اجب يعني 6 ساعات. بعد كده كلمة ماف. ماف هي كلمة مؤنثة بدأت بحرف المي، يعني هنقول سو ام ماف، سو ام ماف يعني 6 امهات. بعد كده كلمة نفس، بسيشي. بسيشي هي كلمة مؤنثة، فهنقول سو بدأت بالإبسي، سو ام بسيشي يعني 6 أنفس. الكلمة اللي بعد كده هدية أو تقدمة اللي هي ذورن، وهي كلمة مذكرة، فهنقول سو أو إن ذورن، وقلنا إن أداة الربط لأنها ما بدأتش بالحروف الشفهية، يبقى سو أو إن ذورن 6 هدايا أو 6 تقدمات. آخر كلمة هي كلمة فار بمعنى فين. فين هي كلمة مذكرة وبدأت خدوا بالكم بحرف الفي من الحروف الشفهية، فهتاخد أداة الربط اللي هي ام، فهنقول مذكر سو او ام فين،
سو او ام فين. علشان نبسط الدرس، العدد سو في اللغة القبطية بيصنف حسب جنس المعدود، يعني عندنا 6 مذكر و6 مؤنث. ال6 المذكر بنقول عليها سو او، اما ال6 المؤنث بنقول عليها سو. يعني كمثال البابا كيرلس السادس بنقول عليه بابا آفا كيرلس بي ماه سو او لانه مذكر. وعلشان نربط العدد بالمعدود في اللغة القبطية بنحتاج أداة ربط. أداة الربط هي الإن. الإن بتتحول لإم لو الكلمة بدأت بأحد الحروف الشفاهية، وهم ال5 حروف اللي هم فيتا مي بي في إبسي. وبصنف جنس المعدود سواء مذكر أو مؤنث بحسب أدوات التعريف. يبقى الكلمات كلها سو إن إيه هي، يعني 6 بقرات. سو إن إيه هي، سو أو إم مله، سو أو إم مله 6 شمعات. سو أو إم فيرت، سو أو إم فيرت يعني 6 وردات. سو إن أجب، سو إن أجب، سو إم ماف، سو إم ماف. سو إم بسيشي، سو إم بسيشي يعني 6 أنفس. سو أو إنزورون، سو أو إنزورون. سو أو إم فين، سو أو إم فين. بشجعكم انكم تتابعوا السلسلة دي لانها هتفيدكم جدا في حفظ مفردات قبطية كتير. لو استفدت من الدرس وعجبك الفيديو شاركه مع اصدقائك وانت شاهده اكتر من مرة لترسيخ المعلومة في ذهنك. وبناخد تدريب مهم على كل فيديو اننا نكتب الكلمات ومعانيها في تعليق تحت الفيديو. ده هيساعدك كتير في التعلم. وزي ما نوهت مش شرط تكتبه في تعليق، لكن ممكن تكتبه في كراستك الخاصة علشان الكلمات تثبت في دماغك. وبكده يكون انتهى الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد والى اللقاء.